ركله ركنيه، ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي على تنفيذها فيتفاتسيدس، جانيس فيتفاتسيدس. 22 دقيقة من عمر الشوط الأول. جانيس يلعب كورة خطيرة، جول جول جول! هدف أول يأتي الآن لصالح النادي الأهلي عن طريق إسلام سراج. إسلام سراج يسجل الهدف الأول في مرمى نادي الجيش. إسلام حسن سراج، اللاعب اللي عمره 26 عام، اللاعب اللي لعب للوحدة ولعب للاتفاق والفيصلي، يسجل الآن الهدف الأول للنادي الأهلي السعودي على القائم البعيد. مرت الكرة لإسلام اللي كان خالي من الرقابة، الكرة يبدو أنها كانت لمست إيد أيضا ماجد محمد، وإسلام يجد على القائم البعيد ليسكنها شباك نادي الجيش ليسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في هذه اللحظات. الراقي يتقدم هنا في ملعب عبد الله بن ناصر، عبد الله بن ناصر بن خليفة يستعد تيسير، وماركينيو تسديده، خليفة أبو بكر يتألق والكرة تبعد من لوكاس إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هذه ماركينيو خدع الجميع، لعبها أرضية صعبة على خليفة أبو بكر، ولكن خليفة راح للكرة في اللحظة الأخيرة. لم تكن قوية بعض الشيء، لو كانت قوية كانت في المرمى. خليفة كانت في المرمى مباشرة. فيتفاتسيدس، جانيس فيتفاتسيدس على تنفيذ الركنيه للنادي الاهلي، يلعبها جانيس على القائم الاول، خطيره، جول جول جول! هدف ثاني الان للنادي الاهلي بطريقه رائعه جدا. ياتي الهدف الثاني في الدقيقه 43 ورأسيه ولا اروع في مرمى الحارس خليفه ابو بكر، ومهند عسيري يسجل الان الهدف الثاني للنادي الاهلي. الله يا مهند عسيري على القائم الاول، روعه التوجيه في المرمى. هدف ثاني للراقي الان في هذه المباراه. على القائم الاول اتلعبت الركنيه وخروج خاطئ من جانب خليفه ابو بكر. خليفه راح فين؟ خليفه ابو بكر من امامه على طول. مهند عسيري يسجل الثاني الان للراقي في هذه المباراه. الراقي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. ورشيدوف على التنفيذ، يلعب كرة طويلة قوية تبعد من جانب الدفاع، تعود من جديد، لمسة في تسلل أم لا، خطيرة الكرة، فرصة، جول 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 لصالح نادي الجيش. عبد الرزاق حمد الله يقلص الفارق الآن.